سلام، نتمنى تكونوا بخير. شفنا في الفيديو اللي قبل بان كاين مجموعه من وسائل التوفير وبدينا بشرح وسيله حساب التوفير. اليوم غنطرقوا لوسيله اخرى اللي هي الوديعه لاجل. احنا مازال معكم في الوسائل اللي هي عباره عن كونت اللي كيتفتحوا في البنكه. نبداو على بركه الله. الوديعه لاجل هي نوع من الحسابات البنكيه اللي مخصصه للتوفير وتقدر تحلو في جميع البنوك المغربيه. الا شفتي الفيديو الاول غتقدر تقول شنو هو الفرق بين حساب التوفير والوديعه لاجل. الا مازال ما شفتيش هذه هي الفرصه، سير شوفوا عاد كمل هذا الفيديو. الوديعه لاجل كتميز بهذه الخصائص. المبلغ الا بغيتو توفروه كتحطوا دقه واحده، ما يمكنلكش تحط وقت ما بغيتي بحال الحساب على الدفتر. الفلوس كتكون ديجا جامعهم وكتبغي تامن عليهم وتحافظ على قيمتهم. فاش كتحطهم في وديعه لاجل كتبقاو مبلوكين واحد المده اللي كتكون على الاقل شهر. هاد المده كتحددها فاش كتسيني الكونطرا من الاول على حسب الاهداف ديالك. الا كانت المده اللي حددتي 12 شهر كتوصلك الارباح ديالك مره في العام على شكل فائده اللي كتكون هي اتفقتي عليها وسينيتي عليها في الكونطرا نهار الاول. ممكن تحل الحساب بالدرهم القابل للتحويل، درهم كونفرتيبل، ولا بالعملات الاجنبيه لا دوفيس. اللي خصك تعرف هو الوديعه لاجل كيف ما قلنا كتم دفعه واحده في الاول. الا بغيتي دير دفعه اخرى خاصك تفتح كونت جديد وسيني عقد جديد وتحدد مره اخرى المده ونسبه الفائده مع الموظف البنكي. ما تقدرش تسحب فلوسك من الوديعه لاجل قبل ما تسالي المده اللي اتفقتوا عليها في العقد. تاريخ الاستحقاق اللي ممكن هو ان البنكه تقدر تعطيك تسبيق من عندها بحال كتسلفك، والضمانه ديالها هو المبلغ اللي حطيتيه في الوديعه لاجل. واكيد هذا التسبيق عنده مقابل اللي هو سعر الفائده على القروض. الا عقلتي في حساب التوفير قلت لك تقدر تجبد فلوسك وقت ما بغيتي وفابور. هذا هو الفرق بينه وبين الوديعه لاجل اللي كتبلوكي فلوسك فيه واحد المده، والا بغيتيهم قبل ما تسالي المده اللي اتفقتوا عليها كتخلص عليهم سعر فائده على القروض. هذا سعر الفائده كيتحسب بهذه الطريقه: سعر الفائده على الودائع اللي اتفقتوا عليها في العقد زائد 2 نقاط على النسبه. نفترضوا نسبه سعر الفائده على الودائع اللي سنيتي واتفقتي عليها هي 5%. إذا سعر الفائدة على القروض اللي غيطبق عليك في حالة التسبيق هو 7%، أي 5% زائد 2 نقاط على النسبة. ما تنساش تاخذ نسخة من اتفاقية حساب الوديعة لأجل ديالك اللي غتكون فيها جميع المعلومات الضرورية: المبلغ المحدد، تاريخ الاستحقاق، سعر الفائدة، شروط استخدام الوديعة لأجل. غالبا كتقول مع راسك دابا ومالي على هاد الروينه كامله، نبلوكي فلوسي حتى ما نقدرش نجبدهم. حساب الوديعه لاجل مزيان فاش كتقرر توفر لواحد المشروع اللي ناوي تبداه من هنا العام ولا عامين مثلا. المهم كتكون عارف الوقت فاش غتحتاجهم. غادي يعاونك تحافظ على فلوسك باش ما تقيسهمش، وفي نفس الوقت كتستافد من نسبة فائدة اللي كتكون مرتفعة مقارنة مع حساب التوفير. بخلاصة الوديعة لأجل هو وسيلة توفير لفلوس كيكونوا في أمان وكتعرف من الأول شحال غتربح في نهاية المدة المحددة. وصلنا لنهاية الفيديو. دابا عرفتي الفرق بين حساب التوفير وحساب الوديعة لأجل، إذا تقدروا تختاروا اللي كيناسبكم على حسب الهدف ديالكم. الفيديو الجاي والأخير من هذه السلسلة غادي نهضروا لك على وسيلة أخرى للتوفير مختلفة على الوسائل اللي شفتي معنا قبل. ما كتطلبش تفتح كونت توفير في البنكة، اللي هي عقود تأمين. بقاو على القرص وفعلوا الجرس باش يطلع لكم الفيديو الجاي وبارطاجيو باش تعمل فائدة.